السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا إخواني أخواتي في فيديو جديد. مرحبا بكم معايا فاطمة حسناء القوطة. مبروك عواشركم، اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو يا رب. اليوم غنشارك معكم هاد السلو أو السفوف أو التقاوتات، الطريقة ديالي اللي دائما كنشاركها معكم هاد العام بصفة جديدة وحلة جديدة إن شاء الله، اللي إن شاء الله تكون مميزة. تبعوا معايا المراحل خطوة بخطوة، وإن شاء الله غادي نشارك معكم التفاصيل كلها من الأول حتى الآخر. في التحضير ديال رمضان دائما كنوجد بكري، إنما هذا العام شوية معطلة، ودائما كما تنقول لكم انسان تيكون مره ماشي فهو هذاك، ولكن كنقولوا ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب. يعني واخا الانسان يكون يعني ما عنده خاطر، ما عنده قانا، او لا الانسان شويه عيان، فكانوا يدير اللي قسم الله واي حاجه، يعني واخا غير قليله نكبروا برمضان ونرحبوا به ونوجدوا ليه. فهي واخا غير حاجه غير كنطيبوها لينا وكنوجدوا لينا، فهي فيها الاجر لينا ولوليداتنا. نبداو على بركه الله. غادي نشارك معكم المقادير اللي درت هنا: 2 كيلو ديال الدقيق، دخلت فيها 2 كيلو ديال اللوز و2 كيلو ديال الجزلان. الجزلان غسلته ونقيته وحمرته، واللوز مسحته وحمرته في الفران في اللاطه. هنا قبل ما نغرب القوام غادي نبدا بالزبده باش غادي نخلط بها سلو. غادي ندير هاد الذوب. هنا خدمت بالزبده البلديه، درت نص كيلو تقريبا. غادي نذوبها ونخليها حتى كتذوب وتحيد منها الماء اولا اللبن، كتولي نوازيط. نخليها كتبرد وندوزو للدقيق. هنا خديت 2 كيلو ديال الدقيق وكونوا محمرين. الا قدرتوا تحمروهم في الدار من الاحسن، ما قدرتوش حمروهم في الفران ديال الزنقه، كيسهل عليكم كلشي. غادي نغربلوه مزيان بغرباله ولا هاد الشبكه باش ما يبقاوش فينا الحبيبات اللي مجموعين هكا. في الاخير كنحكهم بيدينا وكيهبط كلشي. المهم ضروري ما تدوزو في الغربال. بالنسبه للوز والجلجلان انا طحنتهم عند العطار بالماكينه كبيره. الا عندكم ماكينه كطحن مزيان طحنوه في الدار. انا سهل عليا وخرجته برا وطحنته. يعني القوام اولا الجهد اللي بغيتو ديال الطحين كتقولوا ليه وقف فيه، يعني بغيتو مطحون بزاف اولا هكا مهرمش، نتوما اللي حبيتو كتوقفوا عند هذاك السيد وكتقولوا ليه بقاو حاضين معاه حتى كتقولوا ليه وقف في الكميه اولا في الحجم ديال الطحين اللي بغيتو. هنا ملي غربلت الدقيق زدت فيها 6 المعالق كبار ديال النافع مطحون مزيان، غربلته حتى هو. 4 المعالق كبار ديال القرفه، و3 المعالق كبار ديال حبه حلاوه. كلهم كيكونوا مطحونين مزيان وضروري ما نزيدهم هكا في الغرباله. درت المسكه الحره، يعني دقيتها مع شويه ديال السكر حتى طحنت مزيان ولات بحال السكر كلاصي، وكنغربلوها حتى هي. شويه ديال الملح. غادي نزيد شويه الكوزه، كتزيد واحد المذاق غير واحد شويه. وغادي نغربل السكر كلاصي حتى هو كيكونوا فيه كويرات، ضروري ما ندوزو في الغرباله. درت تقريبا كيلو الا ربع. كان عندي كيلو حيت منه تقريبا شي رابعه، لانني غادي نزيد العسل. السكر على حساب الذوق اولا الحلاوه على حساب الذوق، يعني كل واحد كاين اللي كيبغي السكر كاين اللي ما كيبغيش السكر بزاف. غادي نخلط هاد النواشف كلهم بوحديتهم، ونخلي الجلجلان واللوز حتى الاخير. ضروري ما نخلط هاد النواشف بوحدهم باش يجيني ساهل مع الجلجلان واللوز، لانني عندي مطحونين مزيان. نخلطهم مزيان حتى كينسجموا مزيان وما كيبقاش يبان ليا نهائيا انهم مجموعين. هنا غادي نخلطو بالزبده البلديه كما لاحظتوا، وغادي نخلط معاه العسل والزيت، الزيت البلديه. هاد الزيت البلديه ما تخافوش منها، راه كتكون مزيانه وكتجي معاه غزاله وكتواتيه، فغير يكون مطحون على يديكم اولا تكونوا عارفين انه حره، يعني ما فيهاش يعني الغش، فما تخافوش منه، ما كيعطيش الريحه نهائيا. دابا كاين بعض الناس اللي كيخافوا من هاد الزيت البلديه، كيقول لك لا لا راه فيها البنه اولا فيها لا. الا كانت مطحونه على يديكم وعارفين من جايبينها ما تخافوش منها، بالعكس هي صحيه وزوينه. اللي ما كيبغيش الزيت البلديه كاع نهائيا، فإلا قلى اللوز هذاك الزيت ديالو يخلط به اولا يجمع به السفوف. يعني الزيت كتكون طيبه فيها اللوز مقلي فيها، كتخليه حتى كيبرد ومن بعد كتخلطوه به. في حالتي الا ما كانش يبغوا زعما هاد الزيت البلديه. اما هي الزيت البلديه فهي صحيه وزوينه وما تخافوش منها، ما فيهاش البنه نهائيا.
هنا زدت واحد زلافه ديال الجاجلان صغيره خليتها ما مطحوناش باش تعاوني في الترميشه الا بغيتوها تخليوها. كنبقى نخلط هكا وكنبقى نزيد في الزيت البلديه والزبده، وانا كنشوف الخليط واش ديالي واش كيتجمع ولا لا. يعني ما تزيدوش كلشي في دقه واحده من المره الاولى، ضروري ما تبقى غادي بشويه بشويه، شويه الزيت شويه الزيت البلديه، وكتبقاو تشوفوا يديكم على حساب الخليط ديالكم واش بغيتوه يعني يكون ميدن بزاف اولا بغيتوه يكون ناشف. يعني نتوما كتحكموا في الكميه ديال الزيت، ضروري كتبقاو غادي بشويه بشويه حتى كتشوفوا القوام ديالو ديال فين وصل. بالنسبه للجلجلان انا راه غسلته كما قلت لكم وحمرته، عاد نقيته. ملي كتبغيو تنقيوه ضروري ما تدوزوه في شي غرباله اولا في شي شبكه رقيقه، كيساعدكم في التنقيه وما كيخليش لكم يعني فيه تماره في التنقيه. ملي كدوزوه في ديك الغرباله الرقيق اولا شبكه رقيقه، اي حاجه كانت فيه كتهبط، حتى التنقيه كتجيكم سهله. راه كيكون شويه صعيب في التنقيه ولكن شدوا معاه الخاطر حتى كندوزوه، لانه الا مشيت خليتو فيه شي حاجه غتلقاو المشكل لداخل. هنا في السلو انا كندير غير الجلان واللوز، يعني ما كندخلش معاه لا صوجا لا ايلان. الا بغيتو ديروهم ضروري ما تطحنوهم مزيان اولا طحنوهم على برا، لانهم الا درتوهم يعني كيبقاو بحال فيهم المزرار. لما طحنتوهمش مزيان كيبقاو بحال فيهم المزرار وغتلقاو مشكل فيهم لداخل في المذاق. فمن الاحسن الا مشيتو تدرتوهم طحنوهم مزيان حتى كيوليو غبره، وزيدوا غربلوهم مازال، فهما كيجيو حرشين بزاف في المذاق اولا في العضه ديالهم. فالناس اللي كيبغيو يحيدوا هاد الدقيق حتى هويا او يعوضوه بسبيسيال، ف كنصيحه مني من الاحسن ما ديروش، لانه كيجي حرش بزاف وكيجي ما رطبش بحال هاد الدقيق العادي. فحال الا بغيتو تعوضوه عوضوه بالدقيق ديال النخاله اللي كيكون فيه النشا، يعني اللي كتكون فيه غير القلب القمحه، فهداك ممكن تحمروه وتعوضوه بالدقيق هاد الابيض. اما سبيسيال راه ما غاديش يجيكم مزيان، غادي غير تضيعوا فلوسكم، كتجي فيه واحد المذاق خايب وكيجي حرش بزاف في العضه. هنا دائما الحوايج اللي كنجرب وما كيصدقوش في هاد السلو كنشاركهم معكم باش ما تعودوش التجربه اللي ما تكونش ناجحه. فهاد الحوايج اللي قلت لكم بحال الصوجا، هاد ايلان، بحال هاد الدقيقه ديال عفوا ديال سبيسيال، فهاد الحوايج كلهم ما كيصدقوش وما كيجيكمش في السلو. هي هذيك عن تجربتي انا اللي فيها تقريبا 30 عام، ف نصيحه مني ما تعودوهاش. من الاحسن ديروا هاد القوام او لا قوام اللي بغيتو. المهم هاد الحوايج اللي ذكرت لكم ما تطيحوش فيهم باش ما تلقاوش المشكل في التماره. هنا بالنسبه لجميع السلو الا ما بغيتوش كاع تجمعوه بالزيت البلديه وبالزبده، يمكن لكم ديوه عند العطار طحنوا كل شيء، يعني كل شيء كتقليوه وتلا تحمروه وغادي ديو كل شيء الدقيق وكل شيء القوام كله وغادي تطحنوا لكم كله، يعني ما تحتاجوش تدخلوا في الزيوت كاع نهائيا. فهذاك الخليط اللي كيخلط لكم او لا يطحن لكم غيخرج منه الزيت ديالو. انما هاد الزيت والزبده وهاد العسل اللي كندخلوا ليه راه كتزيدوا بنه وكتزيدوا لذه على الخليط العادي ديال كلشي كيتجمع بالزيوت ديالو. عن تجربه كما كنقول لكم الحاجه اللي زعما كتواتى وكتجيني هي هذيك فكنشاركها معكم. ايوا هنا في الاخير لا لاحظتوا رانا خدمته مزيان بيدي وعركته مزيان حتى نسجم ليا كل شيء. هنا في التقديم غنقدمه كما كل عام رمضان كريم والله اكرم. كنقول لكم الى عجبكم فيديو ما تنسونيش من لايك وبشو كومنتير باش تشجعوني. بالصحه والراحه والى فيديو قادم ان شاء الله.